هنعمل مع بعض النهارده بيتزا الخمس دقايق مش العشر دقايق، لان هي فعلا اخدت معايا في التحضير 5 دقايق، ولكن في الفرن اخدت معايا 15 دقيقه. يلا بسرعه هنشوف بتتعمل ازاي، بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب. بيضه وحطيتها في الخلاط، وكمان نص معلقه صغيره من الفانيليا، انا عامله مقدار صغير، زعتر وملح وبصل وتوم باودر، وكمان خميره. من كل حاجه نص معلقه صغيره، كوبايه من الحليب الدافي. وبعد ما خلطتهم مع بعض هحط معلقه ونص من الزيت وكوبايه ونص من الدقيق، ده كان المقدار بالظبط تمام. وبعد كده نص معلقه من البيكنج باودر. وبعد ما عملت الخليط كله مع بعض في الخلاط، جبت الصينيه وحطيت فيها معلقتين من الزيت، او لو عايزه تحطي ورق زبده من تحت تمام. وبعد كده حطيت الخليط وحطيت الكاتشب ده كنت عاملاه قبل كده معاكم، اللي هي صلصه البيتزا تمام. في قبل كده كان في بيتزا. احنا دلوقتي بقى بنحط الحشو بتاعنا، انت حطي اللي انت عايزاه. انا حطيت زيتون وفلفل وبسطرمه والجبنه الموتزاريلا. لو انت عايزه تغيري في الحاجات دي اعملي اللي انت عايزاه. وفي الوقت ده كنت مخليه الفرن تسخن معانا، وبعد ما سخنت معانا حطيناها ربع ساعه في الفرن. وبكده خلصت وصفتنا. يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفه جديده في اكله بمزاج مع توته. بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب.